كان من الفعاليات المهمة ندوة مع هند صبري، كانت فيها بتتناقش عن مواضيع كتيرة، بداية من الشغل، العالمية، الدخول لمصر، حتى الأمومة ودورها كأم مع شغلها، وازاي بتحاول توفق، ازاي هي واحدة من الانتربرينورز اللي موجودين بدخولها في شركة للإنتاجات الخاصة بالديجيتال، وازاي المشوار تطور معاها. تفاصيل كتير مع هند صبري، واللي ناس كتير بتشوف ان قصتها مش بس قصة فنانة قدرت ان هي تنجح وتشتغل مع مخرجين كبار قدروا ان هم يوصلوها للعالمية، حتى اخر افلامها مع كوثر بن هنيه مخرجه وطنها تونس، واللي حقق ان هو وصل بقى في الشورت ليست الخاصه وتم تسميته في الاوسكار بنات ألفة. لكن كمان هي شخصيه فيها عناصر كتير فنيه وانتاجيه، الحقيقه الكل بدا يتناقش فيها ويتكلم عنها بعد ما بدات تتكلم هي وخلصت حوارها في الحلقه النقاشيه والكونفرسيشن اللي كان موجود معاها في الجونه. نتابع معاكم اهم النقاط اللي هند قالتها. انا عمري ما مثلت قدام المرايه، عمري ما حسيت ان انا حلمي ان انا امثل. كان حلمي اكون سفيره. نوري بوزيد طبعا المخرج التونسي الكبير، اول مره شافني قال لابويا وشها بتاع سينما. كانت اول مره صراحه يتحط في مخي حاجه كده، وهو كان بيكتب مع مفيده الله يرحمها صمت القصور، ورحت عملت كاستنج وكنت ما كنتش التشويس الاولاني. دي الصدفة بقى الأكبر إن أنا كنت التشويس الثاني، التشويس الأولاني ما نفعش فكلموني كاسبير